السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ساره، طالبه بكليه طب القصر العيني، والنهارده هكلمكم اكتر عن المدرسين اللي اخدت معاهم في فتره المراجعه النهائيه، وخاصه اني قعدت اخر 3 أو 4 شهور في البيت. اولا العربي من اول السنه وانا باخد اونلاين مع مستر رضا الفاروق، لكن في المراجعه النهائيه اخدت مع مستر وليد محسن، واللي حقيقي من اكتر الناس العباقره اللي ممكن تشوفهم بيدرسوا عربي، وهو كان الشخص اللي له الفضل الكبير عليا اني اعرف احل المتحرر بذكاء. فارشح لكم مستر وليد محسن بالذات في فتره المراجعه النهائيه. حقيقي العربي مش هتحتاروا فيه خالص، في مستر محمد صلاح، مستر رضا، مستر وليد، فمش هتحتاروا ان شاء الله في العربي. فحقيقي كلهم ممتازين اكتر من بعض، وتقدروا تختاروا الشخص اللي انتوا تفهموا منه اكتر. تاني حاجه الفرنش كملت اوفلاين لحد اخر السنه، لان بالنسبه لي الفرنش كانت بالنسبه لي من اصعب المواد. نيجي بقى الفيزياء قعدت اخر 4 شهور في البيت، وكملت الحديثه مع مستر محمود مجدي، لكن في المراجعه النهائيه اشتركت مع مستر عبد المعبود. حقيقي مستر عبد المعبود ضاف لي حاجات كتير في فتره المراجعه النهائيه من اسئله، وانه كان بيراجع كل تشابتر ويركز كمان على الحاجات المهمه، فضاف لي حاجات كتير جدا جدا مستر عبد المعبود، فمراجعته كانت جميله جدا بالنسبه لي. الفيزياء برضو اختياراتكم فيها كتير، من مستر عبد المعبود، مستر محمود مجدي، كمان مستر حسام خليل، فمش هتحتاروا برضو انكم تلاقوا الشخص اللي بتفهموا منه كويس. فبالذات في الفيزياء اختار الشخص اللي انت بتفهم منه كويس، مش اللي اغلب الناس بتروح له او صحابك رايحين له، لان انت لو فهمت كويس خلاص كل حاجه اتحلت. يعني مثلا في الفيزياء انا في الاول ما كنتش بفهم من مستر عبد المعبود، يعني شرح الدروس العاديه، بس في المراجعه حسيت ان هو كويس فاشتركت معاه، فما كنتش مهتمه بصراحه مين هياخد معاه ومين لا، طالما انا فاهمه كويس خلاص. في الكيمياء كملت اوفلاين مع الدكتور بتاعي، ولكن في الحل كنت معتمده اكتر على نفسي وعلى القناه الجميله جدا 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 كيمياء ثانويه عامه. بجد كلمات شكري مش هتقدر توفي حق القناه دي عليا، فحقيقي مش هتحتاجوا حاجه بعد قناه كيمياء ثانويه عامه في الحل، من اجمد القنوات حقيقي. فتقريبا شهور المراجعه دي كلها كنت بايته فيها هي قناه الفيزياء والحياه، فالقناتين دول افادوني جدا في الحل. ولو هتشتركوا مع حد كيمياء اونلاين فانا ارشح لكم مستر خالد صقر، حقيقي شايفه ان هو اكتر حد مناسب في الكيمياء في النظام الجديد. الجيو كنت باخد من اول السنه لحد الاخر مع جيو ماجد، وبصراحه جيو ماجد في المراجعه كان جامد جدا برضو، فارشح لكم جيو ماجد في المراجعه. المراجعه بتاعته كانت جامده جدا جدا يعني، فجيو ماجد الاختيار الاول بصراحه بالنسبه لي في الجيو. الانجليش برضو كملته اوفلاين مع المستر بتاعي، بس كنت بنزل بعد مره، فكنت بحاول انزل في الانجليش على قد ما اقدر، لان كمان المستر بتاعي كان كويس، فكنت بحاول انزل وما اغيبش كتير او ما اقطعش كتير في الحصص. فعلى الاقل لازم تسمعوا اسئله لونج مان كلها قبل الامتحان، كان المستر بتاعي بيحلها، كمان مستر حسن النجار كان بيحلها على يوتيوب. ففي الانجليش لو هرشح لكم حد اونلاين فهو مستر حسن النجار، كمان ممكن تجربوا دكتور عمر عبد الفتاح وتشوفوا مين الاحسن بالنسبه لكم وتكملوا معاه. نيجي بقى للاحياء. الاحياء ما كنتش بثق في اي حد تقريبا بيحل احياء على يوتيوب، لاني انا كطالبه كنت شايفه ان عندهم اخطاء كتير، فكنت شايفه ان الناس دي بتحل غلط، فكنت بحل وبراجع مع نفسي واحل الاسئله كلها، وفي الاخر بعد ما جمع كل الاسئله اللي انا شاكه فيها او اللي انا مش مقتنعه بيها، كنت بنزل بعد مره اوفلاين للمس بتاعتي واحاول ان انا اسالها الاسئله اللي انا مش عارفاها. لكن حاليا وبثقه تامه اقدر ارشح لكم دكتور احمد الجوهري، لو كان رجع بيا الزمن كنت هشترك معاه بصراحه، لان شايفه ان الاخطاء تكاد تكون منعدمه، كمان ما شاء الله هو ممتاز جدا، فبثقه تامه ارشح لكم دكتور احمد الجوهري في الاحياء. في النهايه عايزه اقول لكم حاجه مهمه، وهي انك ما تمشيش ورا الناس كلها او ما تمشيش ورا اغلب الناس، امشي ورا اللي بتفهم منه، بغض النظر هو عنده قد ايه من الطلاب، او بغض النظر هو مشهور ولا لا، لانك لو فهمت كل نقطه كويس هتعرف تحل كويس في الامتحان. فمالكش دعوه مين راح فين ومين جا منين، انت مختلف عن الباقيين، وانت مختلف من مين الشخص اللي انت بتفهم منه، فركز انك تفهم كل نقطه كويس عشان ان شاء الله تعرف تحل كويس في الامتحان. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى حقيقي انكم تكونوا استفدتوا اي حاجه ولو بسيطه. سلام. كات كل اللي فات قشطه.